حابة أعمل الميك اب يلي أنا بعتمده بشكل أساسي ويومي. يعني بستعمل فيه بيبي كريم وبرودكتس كتير خفيف. فينا نروح فيه على المدرسة، لا على المدرسة أكيد لا ممنوع. فينا نروح فيه على الجامعة، على الشغل كل يوم الصبح، أو إذا ضهرين هيك على السوق مثل أنا على السوبر ماركت بروح بجيب أغراض للبيت، أو أعمل زيارة خفيفة على الصبحيات. أول شيء قبل ما اعمل اي شيء بوجهي بكون حاطه طبعا غسيته كتير منيح وحاطه المرطب، وبرجع شو بحط البرايمر انا يلي بستعمله من ذا بودي شوب. اكيد كلكم اذا حضرتوا الفيديوهات قبل صرتوا تعرفوا قد ايه انا بحب هاي البراند للبرايمرز. رح احط كميه كتير قليله على وجهي. دايما انتم عم تعملوا ميك اب، لو كان ميك اب تقيل او ميك اب خفيف، دايما خلي بايدكم ويت وايبس. كل ما تستعملوا شيء دغري نطفوا ايديكم، هيك بضل الميك اب كتير نظيف. إذا كنت بتعاني من مشاكل بالبشرة يلي إلك، عندك تشات حمر أو عندك هالات سوداء، قبل ما تحط الفاونديشن بلشي بالكوركترز يلي هن متعددين الألوان. أو للتشات الحمر أنا بستعمل اللون الأخضر. رح أحط لون جرين على التشات الحمر اللي عندي، وعلى حبوب يلي لونهم أحمر، واي منطقه حمراء بوجهي، يعني مثل انا خدودي بضلون موردين فبغطي هيدا التوريل باللون الاخضر. اما تحت عيوني فرح استعمل كونسيلر كمان من نفس الماركه من ميك اب فور ايفر، لون على اورنج. ليه؟ لانه انا بعاني من الهالات السوداء تحت عيوني كتير، فبخفيهم بهيدا اللون. رح اعمل في تحت عيني. ليش في او مش خط عادي او مش دواوير؟ اذا تعملوا انتو بالبيت بفوق يعني فرق بين عينتين، تعملوا هون في وهون بتعملوه صح، او بتعملوه بشكل دائري، لحالكم رح تلاحظوا الفرق. هلا بالبيوتي بلندر رح اعمل دمج للكاركترز اللي حطيتهم على وجهي بهاي الطريقه لاخفي كل العيوب يلي عم واجهها. وراح نبلش بالبيبي كريم، لانه ما راح استعمل فاونديشن، لانه الميك اب هو يومي، يعني بدي اضمن يكون في مرطب، اضمن في يكون في حمايه، وبنفس الوقت يغطي لي. هلا كلكم سالتوني على برودكتس فينا نجيبهم من الدراج ستور، فانا جبت هيدا البرودكت من ميبلين، البيبي كريم تاعول ميبلين يلي منزلينه وكتير حبيته كتير، يعني تخطيطه عن جد بيرفكت. رح استعمل هيدي الريشة من سيفورا، هي للفاونديشن. أنا بحب أحط كمية عليها، ما بحب أحطها على إيدي بهيدي الطريقة. حتى رح أحط تحت عيوني. دايما بنتبه أنا وعم حط الفاونديشن إنه حطه بطريقة يعني نزول من فوق لتحت، ما بعمله طلوع نزول أو يمين شمال، لا بس بهيدي الطريقة. قبل ما احط كومباكت باودر اكيد رح احط كونسيلر تحت عيني لاضمن 100% انه اختفى السواد يلي عم عاني منه. عم بستعمل كونسيلر من بورجوا. رح احط كميه كتير قليله كمان. رح اعمل في صغيره، ما كتير رح كبرها. انا بحب وصل الكونسيلر لحديد لزاويه المنخار. ادمجه. حاستعمل هيدا اللوز باودر من ديور، بحبه كتير. له هيدي الاسفنجة كمية كبيرة مش صغيرة، كتير فاتح بس ما بيعطي كتير إضاءة للوجه، بس بيضمن لي 100% إنه يثبت لي الميك اب كل النهار وبخفف لي كل اللمعان يلي عندي إياه. ولانه هلا بلشنا هيك شوي بفصل الربيع وبطلنا شتويه وعواصف هالاخبار، فرح استعمل اي شادو كتير خفيف من بورجوا. رح احط على الجفن المتحرك وبزاويه عيني وتحت العين شوي بشكل كتير خفيف، يبين انه طبيعي بس هيك يعطي لمعه حلوه للعين. فكرمال نكبر العين رح استعمل هيدي الكحله البيضاء من ريمل لندن. رح احطها على الجفن من تحت
اكيد ما رح نركب الرموش، رح نحط ماسكارا. اكيد بننقي ماسكارا بتعطينا فوليوم. رح نعمل رموشنا لتحت، نحط لهم ماسكارا، نزول ونرجع نحط طلوع. بهيدي الطريقة رح يكون عنا رموش كتير كثيفين وما رح نوسخ كتير الجفن المتحرك اللي عنا. محل البلاش رح استعمل برانزر كتير خفيف، هيدا اللون رح احطه على خدودي بهاي الطريقة، بس ليعطي هيك نوع من الحيوية بوجهي، لما بين اني كتير باهتة. كونتورينج كتير خفيف. تتذكروا الويت وايبس اللي حكيت عنها اول الفيديو؟ رح نستعملها هلا. رح ناخدها نلفها على اصبعنا بهاي الطريقة ونمسح فيها الحمرة يلي استعملناها. هيدا كان الميك اب اللي انا بعتمده كل يوم، بحطه بشكل كتير اساسي وكتير خفيف وكتير فلولس. اذا حبيتوا هيدا الفيديو، عندكم اي استفسار اي تعليق، ما تنسوا تسالوني اياه بخانه التعليقات اللي موجوده تحت. سبسكرايب لليوتيوب شانل، اعملوا لي فولو على السناب شات، انستغرام وفيسبوك. باي.